السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الظروف والأحداث اللي حاصلة، سؤال بيدور في ذهن كل مسلم ومؤمن بالله. ربنا وعدنا كمسلمين ومؤمنين في القرآن الكريم بالنصر، وأكيد وعد ربنا حق. وعشان نعرف إمتى وإزاي ده هيتم، كان لازم نرجع لأحد أهم علماء الأمة الأجلاء في تفسير القرآن الكريم، الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، واللي فسر الآيات بحكمة عظيمة بالغة مما أتاه الله من العلم، وكأنه عايش ما بيننا وشايف كل اللي بيحصل. وده لأن المؤمن دايما قارئ للمشهد، بيشوف اللي غيره ما بيشوفهوش، ومن شدة يقينه وإيمانه بيظن الناس إنه مجنون. وده اللي مخليهم محتارين في أمرنا. إزاي عندنا يقين بأن وعد الله الحق قادم لا محالة؟ وليه ما يكونش عندنا اليقين إذا كان إحنا معانا سيناريو الحكاية كلها، وعارفين ومتأكدين إن علوهم وكيانهم وسلطانهم أمر معلوم عندك من أول الرسالة لوقتنا هذا؟ لأن المؤمن ببساطة بيرى بعين القرآن. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش لايك وشير واشتراك، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. تعالوا بينا نمسك الآيات الكريمة جزء جزء ونشوف الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه فسرها ازاي. أولا، كلمة وقضينا معناها إن ربنا حكم حكم خلاص ومش هيحصل أي تغيير فيه، يعني زي ما قرر كده هيبقى كده للأبد. والحاكم هنا هو ربنا العظيم، وأكيد هو حاكم عادل وحكمه صح. والقضاء ببساطة يعني إن حد يحكم في مشكلة بين اتنين، والحكم ده محتاج حد يكون فاهم في القانون ويعرف يوزن الأدلة كويس. يعني لازم القاضي يكون كده، حتى لو الناس اللي بيتخانقوا دول مش فاهمين كتير في القوانين، بس المهم إنهم يكونوا واثقين في القاضي وإن هو هيحكم بالحق والعدل. القاضي مش بيحكم بس على كلامه، لازم يكون في أدلة تثبت كلام اللي بيشتكي، زي شهود مثلا. وبعد ما يحكم مش هو اللي بينفذ الحكم، في ناس تانية بتعمل ده. وفي القضاء بتاع الدنيا ممكن يحصل خداع وكذب وشهادة زور، والظالم ممكن يغش القاضي ويخليه يحكم لصالحه. طب تخيل بقى لما يكون القاضي هو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا العظيم العادل، ومش محتاج أي أدلة أو شهود، ومحدش يقدر يضحك عليه أو يغشه. سبحانه وتعالى قوي جدا، مش محتاج كمان حد ينفذ حكمه، هو اللي بيعمل كل حاجة. يعني الآية دي بتقول إن ربنا لما بيقرر حاجة بتبقى نهائية، زي ما الأستاذ بيصحح الامتحان مش هيرجع فيه تاني، وربنا كذلك عادل وحكمه دايما صح. القضاء في الدنيا ممكن يحصل فيه ظلم، بس قضاء ربنا مختلف تماما، ربنا عادل مش بيغلط. نيجي بقى لقوله تعالى في الكتاب. الآية الكريمة بتقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. الكتاب هنا يعني التوراة، الكتاب بتاعهم اللي أنزل على نبيهم وهم ماسكين فيه كويس ومفيش ليهم كتاب تاني. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يعرفوا مصيرهم من زمان، وده معناه إن ربنا حكم عليهم وحذرهم من اللي هيحصل لما أوحى لموسى عليه السلام وأنزل الكتاب ده في التوراة. ربنا قال لهم اللي هيحصل لو سمعوا كلام الرسل وحافظوا على أوامره
وإيه اللي هيحصل لو عصوا ربنا وفسدوا في الأرض. يعني النبي بتاعهم كان قايل لهم كل حاجة هتحصل، وبعدين حصلت فعلا زي ما قال، وهم بقى كانوا أحرار في اختيارهم. المفروض كده يخجلوا من ربنا وما يستمروش في العناد والبعد عن طريقه، والمفروض يصدقوا نبيهم ويسمعوا كلامه. نيجي بقى لباقي الآية، لتفسدن في الأرض مرتين. الشيخ الشعراوي بيفسر الآية الكريمة وبيقول يعني كأن ربنا بيقسم بنفسه إنهم هيفسدوا في الدنيا أكتر من مرة. لما ربنا بيقول كده باستعمال كلمة لتفسدن مع اللام، ده بيقوي المعنى بأمر مؤكد جدا، كأن ربنا بيحلف بنفسه على اللي هيحصل، لأن الحلفان بغير الله لا يجوز. يبقى وكأن الله بيقسم باسمه، وده بمعنى آخر يعني ربنا خلاه قرار نهائي ومش هيغيره، وكأن ربنا بيقول احنا خلاص قررنا انكم هتبوظوا الدنيا ومفيش رجوع في القرار ده. ربنا خلق الدنيا جميلة وكاملة، وده علشاننا، عشان كده المفروض نحافظ عليها ونحسنها. طب ايه هو معنى الإفساد هنا؟ الإفساد يعني تبقى عايز تخرب حاجة كويسة، يعني كل حاجة في الدنيا ربنا خلقها لغرض معين، واحنا المفروض نحافظ عليها. طيب ناخد مثال، لو عندك بئر بتطلع مية يبقى لازم تحافظ عليها، ممكن تبني حواليها عشان تحميها مثلا من الرمل، أو تعمل مضخة عشان تطلع المية بسهولة. أما بقى لو دفنتها بالرمل كده تبقى أفسدتها. يعني الإفساد مش بس إنك تخرب حاجة، ده كمان إنك ما تحافظش عليها. وما ننساش لتفسدن بتوكيد اللام، دي طريقة للتأكيد في اللغة العربية بتدي للكلام قوة وإيقاع معين. طيب باقي الآية لتفسدن في الأرض مرتين، هل هم أفسدوا في الأرض مرتين بس؟ والله لو هم كده يبقى خلاص مش فارق كتير والأمر سهل، لكن هم أفسدوا في الأرض كتير قوي. ليه ربنا قال مرتين؟ العلماء اتكلموا كتير عن المرتين دول امتى حصلوا، وقالوا انهم كانوا قبل الإسلام، لكن لما الواحد بيقرأ سورة الإسراء بيلاقيها ربطتهم بالإسلام. يعني المقصود بالمرتين دول حاجات حصلت منهم بعد ما جه الإسلام. ربنا بعد ما ذكر الإسراء ذكر قصة بني إسرائيل، يعني الإسلام وصل لأماكن مقدسة عندهم زي بيت المقدس اللي بقى قبلة للمسلمين. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أسري به لبيت المقدس، يعني الإسلام دخل في حياتهم. يبقى المفروض نفسر المرتين دول إنهم بعد الإسلام، لأنهم أفسدوا كتير قوي قبل الإسلام. يبقى كده الإسلام ملوش علاقة بفسادهم اللي حصل قبله. نيجي بقى لتفسير الآية رقم 5 من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الشيخ الشعراوي بيقول إن كلمة إذا دي بتيجي لما بنتكلم عن حاجة هتحصل في المستقبل، زي لما تقول إذا جاء فلان أكرمته، يعني إن فلان ده لسه ما جاش وإحنا بنقول إيه اللي هيحصل لما يجي. وبيقول كمان إن لما ربنا بيوعد بحاجة بيبقى أكيد الحاجة دي لسه هتحصل، مش حاجة حصلت زمان. لما بيقول أولاهما يعني أول فساد من الإفسادين اللي هتحصل. وبيقول في آية قرآنية إن ربنا بعث عليهم عباده علشان يعاقبوهم، والعبد هنا مش أي حد، ده مؤمن بيعبد ربنا. فده معناه إن الإفسادين دول حصلوا أو هيحصلوا في وقت الإسلام، لأن اللي ربنا بيبعتهم دول لازم يكونوا مؤمنين. بس في علماء قالوا إن كلمة عباد ممكن تشمل المؤمن والكافر، وجابوا أدلة على كده. يعني ممكن يكون اللي ربنا هيبعتهم دول مش كلهم مؤمنين، فكده يبقى معنى الآية ممكن يكون إن ربنا عايز ينتقم من الظالمين ويبعت عليهم ناس زيهم يعاقبهم. يعني لو واحد ظالم ربنا يبعت عليه واحد ظالم أكتر منه. بس في الحقيقة إن الكلام ده مش صح،
وإن العباد أولي البأس الشديد اللي ربنا ذكرهم هم عباد مؤمنين. طيب إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده لما ربنا قال في القرآن: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. يعني لما أولاد العم خلفوا وعدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة، ربنا بعث عليهم عباد ليه علشان يعاقبوهم، والعباد دول كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم والناس اللي آمنت بيه، اللي عاقبوهم وطردوهم من المدينة جزاء نقضهم للعهد. وقوله تعالى أولي بأس شديد، يعني اللي عندهم قوة وسلطان جامد، وده كان حال المؤمنين في المدينة بعد ما بقوا دولة قوية عكس ما كانوا عليه في مكة. ولما ربنا قال فجاسوا خلال الديار، يعني دخلوا كل حتة في المدينة ودوروا على أي حد تبعهم، زي بالظبط كده لما رجال الأمن بيعملوا تمشيط للمنطقة مثلا، يعني بيدوروا كويس قوي على أي حد مخالف. وكلمة بعثنا دي معناها إن ربنا بيقول إن اللي حصل ده كان بإرادته، مش إن المسلمين هم اللي بدأوا المشكلة. وكلمة عليكم بتوضح إن المسلمين كانوا في موقف دفاع عن نفسهم. أما بقى كلمة وعد هنا يعني وعد حقيقي هيحصل أكيد، زي لما حد يقولك وعد ومش هيقدر يخلفه. يجي واحد يقول طب إزاي نقول إن اللي حصل ده وعد وهو حاجة وحشة؟ الإجابة هي إن ممكن حاجة تكون وحشة في الظاهر بس تكون كويسة في الحقيقة، زي العقاب اللي بيجي على الغلط، ممكن يكون مؤلم بس بيصلح الشخص. نيجي بقى للآية رقم 6 من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الكلام اللي في الآية دي بيتكلم عن ولاد العم، وبيقول إن الدنيا اتقلبت عليهم أكتر من مرة في الأول. ربنا سلط عليهم المسلمين علشان يعاقبوهم على اللي عملوه، بس بعد كده المسلمين نفسهم بدأوا يبعدوا عن طريق ربنا وما بقوش ملتزمين بأوامره زي الأول، فبسبب كده الدنيا اتقلبت تاني وهم اللي بقوا الأقوى، والمسلمين بقوا زيهم. هم اتعلموا من اللي حصل لهم وبدأوا يتوبوا ويصلحوا حالهم، أما المسلمين فبدأوا يتفرقوا ويتخانقوا، وكل واحد فيهم بقى يعمل اللي يعجبه من غير ما يفكر في أوامر ربنا. عشان كده ربنا بيقول في القرآن: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني خلاهم هم اللي بقوا الأقوى بدل منكم، عشان تعرفوا قيمة نعمة ربنا لما كانت معاكم. برضو يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، ربنا قال ثم رددنا، مش بس رددنا. ليه؟ عشان في فرق كبير قوي بين المرة الأولى اللي المسلمين كانوا فيها أقوياء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين المرة التانية اللي ولاد العم بقوا أقوياء فيها لمدة طويلة. فاحنا ما كناش بنحاربهم طول الوقت، من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لحد وعد اللي ما يتسمى، اللي اداهم حق يعملوا دولتهم في مكان مش مكانهم، وبعدين بقوا هم أقوى مننا. فكلمة ثم هنا بتبين إن في فترة طويلة مرت بين الحالتين. ربنا بيقول ثم رددنا لكم الكرة، يعني إيه الكرة؟ يعني القوة والسيطرة. ربنا خلاهم أقوياء وعندهم السيطرة علينا. ليه؟ عشان إحنا سيبنا طريق ربنا ومشينا في طريق تاني. وكلمة الكرة دي جاية من الكر والفر اللي بيعملوا الجندي في المعركة، مرة بيقرب، مرة بيرجع، مرة بيبعد. وربنا بيقول كمان وأمددناكم بأموال وبنين. يعني إيه؟ يعني ربنا مدهم بفلوس كتير قوي لدرجة إنهم بقوا أغنى ناس في العالم، واداهم كمان عيال كتير بيدرسوهم أحسن دراسة. بس الفلوس والولاد دول مش بيخلوهم أقوياء لوحدهم، هم محتاجين ناس تساعدهم من دول تانية، زي ما حصل لما عملوا دولتهم. وده معنى كلمة وجعلناكم أكثر نفيرا. والنفير يعني الناس اللي بيستدعوها
لمشاركتهم. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني هم لسه أقوى مننا دلوقتي، وهيفضلوا كده لحد ما احنا نرجع تاني لطريق ربنا ونعمل اللي بيقوله. وده وعد من ربنا هيحصل أكيد، زي ما ربنا بيقول في الآية اللي بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الكلام ده بيتكلم عن ولاد العم وعننا إحنا كمسلمين. طيب يعني إيه الكلام ده؟ بص يا سيدي، ربنا بيقول في القرآن الكريم كده: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني لما يجي وقت ما هنعاقبهم على كل حاجة وحشة عملوها فينا، هنوريهم وشهم التاني وهنخليهم يحسوا بالندم والأسف على كل اللي عملوه. وبعدين ربنا بيقول كمان إن احنا هندخل مسجدنا الحبيب تاني زي ما دخلناه الأول، يعني هنسترده من إيديهم وهنطهره من أي حاجة عملوها فيه. بس لازم نفهم معنى الكلام ده كويس. لما ربنا بيقول زي ما دخلناه الأول، يعني إحنا كمسلمين دخلناه زمان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بس وقتها كان في إيد الرومان. يعني زي ما حررناه من الرومان المرة اللي فاتت، هنقدر كمان نحرره من إيديهم المرة دي. والأهم من كده، ربنا بيقول لنا إننا كنا خارجين من مسجدنا الحبيب، وده معناه إننا لو عايزين ندخله تاني لازم نرجع لربنا ونعمل كل حاجة صح. يعني الكلام ده كله بيقول لنا إننا لازم نكون مستعدين ونرجع لربنا علشان نقدر نسترد حقوقنا ونرجع مسجدنا الحبيب لينا من تاني. بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا جاء وعد الآخرة، لما يجي اليوم اللي كل حاجة فيه هتخلص، يعني يوم القيامة، اليوم اللي الدنيا كلها هتخلص فيه وهنقف فيه قدام ربنا. ربنا بيقول: وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني هيهلكوا كل حاجة عملوها، يعني يهدوا كل البنايات والمدن اللي بنوها. كلمة يتبروا معناها يهدوا أو يخربوا تماما، يعني ربنا هيخليهم يخربوا كل اللي بنوه من حضارة وكبرياء. بمعنى أوضح، الآية دي بتقول إن ولاد العم دول هيعيشوا في كبر وغرور شوية وهيبنوا حاجات كتير، بس في الآخر ربنا هيجي ويخليهم يخربوا كل ده ويوريهم إن كل اللي بيعملوه ده مش هيستمر. وده عشان يبين لنا إن ربنا هو الأقوى والأقدر على كل شيء. ولاد العم دول بقى ناس غريبة قوي، ليهم عادات وتقاليد خاصة بيهم وما بيحبوش يختلطوا بالناس التانية مهما عاشوا في أي بلد. عشان كده بنلاقي في كل مكان فيهم حارة خاصة بيهم وبتتسمى باسمهم. ما بيحبوش يبينوا أو يعملوا حاجة جديدة زي ما ربنا قال عنهم. وكمان هم ناس ضعاف ودايما محتاجين حد يحميهم، ما بيعرفوش يعيشوا لوحدهم غير لما يكونوا تحت جناح حد قوي، زي ما كانوا زمان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو في أي وقت تاني لما يكون في ناس بتدافع عنهم. كل مجموعة منهم عايشة لوحدها في مكان، بس دلوقتي بعد ما قالوا إنهم عملوا دولة لنفسهم بقوا يهتموا بالبناء والتعمير. أما إحنا فبنتمنى من ربنا إنه يصلح حالنا ونرجع نسجد ليه ونقدر ندخل مسجدنا الحبيب وناخد حقنا منهم، بس المرة دي لازم نقف قدامهم عشان ديننا وإيماننا، مش عشان أي حاجة تانية، وده علشان ربنا ينصرنا. إذن طالما إن الحق سبحانه وتعالى قال فإذا جاء وعد الآخرة، يعني ربنا قال إن نهاية الكون دي هتيجي أكيد ومش هتتأخر، وده ثابت في القرآن كتير. ربنا قال لهم زمان اسكنوا الأرض، يعني اتبعتروا في كل حتة، وده اللي حصل، بقوا موجودين في كل مكان
وربنا قال كمان إنهم هيتجمعوا في مكان واحد قبل نهاية الدنيا. يعني ربنا عايزهم يتجمعوا في مكان واحد عشان نقدر نخلص منهم بسهولة لما يكونوا كلهم في مكان واحد. وجودهم في كل مكان بيخلي المسلمين يتذكروا دينهم، يعني هم عاملين زي الشرارة كده. وجودهم بيخلي الناس تستوعب أهمية الإسلام. وفكرة إنهم يعملوا دولة لنفسهم كانت خطة من ربنا علشان يجمعهم في مكان واحد ويخلي الموضوع علينا أسهل. يعني ربنا عنده خطة لكل حاجة، وآخر الكلام إننا هننتصر عليهم وإن الإسلام هينتشر في كل الدنيا، بس لازم نكون قريبين من ربنا ونعمل اللي هو بيقول عليه. وأخيرا يروى أنه لما دخلوا الأرض وأقاموا دولتهم سجد أحد الصالحين على الأرض يبكي ويحمد الله وقال: صدق الله ورسوله، هذا ما أخبرنا الله ورسوله. ونرجع ونقول تاني، علوهم وكيانهم وسلطانهم أمر معلوم عندك من أول الرسالة لوقتنا هذا. ده انت معاك سيناريو الحكاية كلها، فلما تلاقي ده ما تحبطش وتيأس. اللي أخبرك بعلوهم أخبرك بنهايتهم، فوجب عليك تزداد إيمان ويقين في الله إن الدائرة هتدور عليهم مرة تانية، حتى لو كل اللي حواليك بيقولك مستحيل. ما تنساش إن المؤمن بيرى بعين القرآن، فأنت المفروض تقول صدق الله ورسوله وصدق وعدهم. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة تعرفوها. جمعتها لكم من مصدر موثوق في تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي، واشتغلت عليها كتير علشان أعرف أوصلها لكم بمنتهى السلاسة. أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو انتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا أنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، انتظروني.